لو رايح تكتب عقد ايجار خلي بالك ان بند المده مهم جدا في عقد الايجار، لان ده هو اللي بيحدد مده العقد. في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تكتب بند المده في عقد الايجار، عشان لو انت مستاجر ما تتفاجئش ان عقدك خلص فجاه، ولو انت مؤجر ما تتفاجئش ان العقد مدته طويله جدا وانت مش عارف تنهيه. كمان هعلمك ازاي لما تمسك عقد تعرف مدته قد ايه وازاي تقدر تنهيه. السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مره بتشوف البرنامج، فالبرنامج عباره عن معلومه قانونيه جديده بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقه جديده. بند المده في عقد الايجار حاجه مهمه جدا في العقد ده، وبيحدد العقد وبيحدد قيمته اصلا. لان في مستاجر بيبقى رايح ان هو يأجر شقه على اساس ان هو هيأجر ايجار مؤبد ويبقى مقتنع بكده، ويلاقي نفسه فجأة في الشارع. او في مؤجر بيأجر شقه على اساس ان هو هيأجرها سنه مثلا، ويلاقي ان الايجار بقى كتير جدا، مدته كبيره جدا ومش قادر يطلع المستاجر. في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تحدد المده في عقد الايجار، وازاي لو انت مؤجر تقدر تطلع المستاجر، ولو انت مستاجر ازاي تضمن حقك في العقد. بداية كده، اي عقد ايجار انت بتكتبه بعد سنة 96 فهو عقد ايجار جديد. تاني حاجة، مفيش حاجة اسمها عقد ايجار مؤبد او مفتوح المدة او لمدة غير معينة. الكلام ده مش موجود. لو انت اتفقت على حاجة من الحاجات دي فالقانون هنا بيتولى تحديد مدة العقد. في عقد الايجار لو كتبت فيه ان هو مؤبد، فهنا القانون ما بيعتبرش ان العقد ده باطل، لكن بيخلي ان العقد ده ساري لمدة 59 سنة، وده قياسا على الحد الاقصى لمدة الحكر. اما اذا اتفقت ان عقد الايجار لمدة غير معينة، فالقانون بيتولى تحديد المدة هنا، وبيخلي المدة هي المدة المعينة لدفع الاجرة، وغالبا المدة دي بتكون شهر زي ما كلنا بنتفق في عقود الايجار. اما اذا عجز احد الطرفين عن اثبات او عجزوا الطرفين عن اثبات المده وما كانتش مكتوبه في العقد، فهنا برضو القانون بيتولى تحديدها، وبتكون المده المعينه لدفع الاجره اللي هي شهر. في الطبيعي بقى بتاعنا لما بنيجي نكتب عقد بيكون في 3 صيغ لبند المده في عقد الايجار. لازم تبقى عارف هتختار انه صيغه منهم بالظبط على حسب احتياجك واتفاقك مع الطرف التاني. اول صيغه، لو هنتفق ان العقد هنا هيكون مدته 3 سنين، فهنا بنقول ان مده عقد الايجار هي 3 سنين بتبدا في كذا وتنتهي في كذا، ونكتب تاريخ بدون وينتهي العقد بانتهاء مدته دون حاجه الى انذار او تنبيه. هنا بعد مده الثلاث سنين العقد بينتهي، ما بيمتدش تاني، لكن ممكن يتجدد تجديد ضمني. ده لو المستاجر لسه بيدفع الايجار ولسه قاعد في الشقه، او المؤجر بياخد الايجار وراضي بالكلام ده، هنا العقد بيتجدد لمدة قد ايه؟ بيتجدد لمدة غير معينة، والقانون بيتولى تحديد المدة غير المعينة وبيخليها للمدة المعينة لدفع الأجرة اللي هي مدة شهر. فيبدأ هنا العقد يتجدد شهر بشهر 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 لحد ما حد من الطرفين ينبه على الطرف التاني بإنهاء العقد، وده بيكون قبل بداية نص الشهر التاني، وهنا العقد بينتهي والمستأجر يعتبر غاصب للعين. اما عن الصيغه الثانيه لكتابه المده في عقد الايجار، هي ان مده عقد الايجار مثلا هتكون 3 سنين بتبتدي في كذا وتنتهي في كذا، ويجوز ان يمتد العقد لمده مماثله الا اذا نبه احد الطرفين على الاخر بانهاء مده التعاقد ده قبل نهايه المده بشهرين. يعني عقد الايجار مدته الاولانيه 3 سنين، بعد ما بينتهي بيبتدي 3 سنين كمان، وبعد الثلاث سنين التانيين بينتهي العقد ويعتبر المستأجر غاصب، إلا إذا اتجدد تجديد ضمني زي ما شرحنا في رقم 1. لكن ما بين الثلاث سنين والثلاث سنين دول ممكن حد من المتعاقدين، وغالبا بيكون المؤجر، إن هو عايز ينهي العقد، فبيجي قبل نهاية مدة الثلاث سنين بشهرين يعمل إنذار برغبته، بإعلان رغبته للمستأجر بإنهاء العقد. ولو عمل الإنذار ده بينتهي العقد وما بيمتدش. لكن لو عمل الانذار ده وفضل المستاجر برضو موجود بعد الثلاث سنين، وفضل المؤجر بياخد اجره وراضي بالكلام ده، فالعقد هنا ما بيمتدش. خلي بالك العقد هنا بيتجدد تجديد ضمني، لان في انذار باعلان الرغبه بانهاء العقد، واي حد من المتعاقدين يقدر يتمسك بالانذار ده، سواء هو اللي نبه على الطرف الثاني او الطرف الثاني اللي نبه عليه. فهنا رغم ان في وجود انذار، الا ان العقد لسه موجود، بس العقد بيتجدد تجديد ضمني للمده المعينه لدفع الاجره. ممكن يكون العقد مثلا لمده 3 سنين، ودي الصيغه الثالثه، العقد لمده 3 سنين ويجدد تلقائيا او يمتد تلقائيا لمدد مماثله، الا اذا نبه احد الطرفين على الاخر برغبته بانهاء
العقد قبل نهاية المدة بشهرين. فهنا العقد بينعقد لمدة 3 سنين، تمام والدنيا ماشية ومحدش نبه على التاني، بيمتد ل3 سنين كمان، تمام والدنيا ماشية بيمتد ل3 سنين كمان. وهنا إلا إذا نبه أحد الطرفين على الطرف الآخر بإنهاء العقد قبل نهاية المدة بشهرين، قبل نهاية المدة الأولى مثلا بشهرين 3 سنين، أو ال3 سنين التانيين بشهرين. ما عدى الشهرين دول يبقى العقد هيمتد لمدة 3 سنين كمان. فلازم خلي بالك المواعيد هنا مهمة. لو أنت مؤجر وعايز تنهي العقد تعمل الإنذار ده قبل نهاية المدة بشهرين. طيب إذا عدت المدة الأولى وجت في المدة التانية برضو عدت نفس الكلام وامتد العقد، جاء في نهاية المدة التانية قبليها بشهرين، عمل إنذار المؤجر للمستأجر بإنهاء العقد، ورغم ذلك فضل المستأجر برضو في المكان وبيدفع أجرة والمؤجر راضي. هنا العقد انتهى فعلا، لكن تجدد تجديد ضمني للمدة المعينة لدفع الأجرة اللي هي مدة شهر، وهيفضل يجدد شهر بشهر برضو، شهر بشهر، شهر بشهر، لحد ما حد من الطرفين ينبه على التاني بإنهاء العقد. وده هنا هيكون قبل بداية نص الشهر التاني. وإذا حصل كده فهنا العقد بينتهي وما بيجددش تاني، والمستأجر بيبقى غاصب للعين. القضاء المستعجل بيكون هو المسؤول عن الحكم بطرد المستأجر من الشقة المستأجرة، ده في حالة إن العقد انتهى وفي حالة إعلان الرغبة من أحد الطرفين للتاني إن هو ينهي العقد. النهارده كان كل حاجة عن مدة العقد في عقد الإيجار. لو لسه عندك أي استفسار اكتب لي في الكومنت هرد عليك، ولو عجبك الفيديو واستفدت اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان استفيد من فيديوهات قانونية كتير. سلام.